قال أحدهم: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، أيكم يصعد إلى سطح هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال: أنا لها. فقال لهم أحد كبرائهم وهو سلام بن مشكم: لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. سبحان الله، هم يعلمون حق العلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحي يأتيه من السماء، ولكن غلبت عليهم طبيعة الغدر فمضوا بخطتهم ولم يستمعوا لكلام سلام بن مشكم. فلما صعد عمرو بن جحاش إلى سطح البيت يلقي الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل عليه السلام من فوره بأمر الله عز وجل، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هموا به من الغدر.